طبعا ده موضوع ساعه يعني. حضرتك اولا الجهاز الجديد مشترك على النادي المصري، وحضرتك ابن من ابناء النادي المصري. كابتن حسام لاعب في النادي المصري ومدرب للنادي المصري. اللي حصل من جزء من الجمهور ده للامانه بيمثل قطاع من البورسعيد. كابتن طارق عارف واحنا عارفين. انا اولا يعني حضرتك تقول ايه بقى للناس؟ انا الناس دي طبعا كلهم اخواتنا وكلهم بيحبوا النادي المصري، واذا كانوا هم متعصبين او زعلانين من حسام او من الجهاز، لازم يعرفوا ان الجهاز ده جاي عشان خاطرهم وجاي عشان خاطر النادي المصري وطموحات جماهير النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري، لان المجموعه اللي موجوده مجموعه لاعيبه كويسين جدا. طموح النادي المصري بجماهيره دي بمجلس ادارته بامكانياته انه يلعب على بطوله. فطبعا انتوا عارفين ان الجهاز اللي جاي جهاز ما بيلعبش الا على المركز الاول. ما فيش مركز اول يبقى مركز ثاني، لكن السابع والثامن والتاسع دي مش دي طموحاتنا احنا كجهاز. فانا عايز اقول للناس النهارده اللي جت وكانت يعني زعلانه شويه، نرجو ان هم يعني ما يزعلوش، لان دي كره قدم. وانت النهارده لما بتمسك اي نادي، ان دلوقتي انتماء للنادي المصري، لان انا بعمل في النادي المصري وبحب النادي المصري وعايز النادي المصري من الانديه الكبيره اللي المفروض انها تكون تحصل على بطوله بظل الامكانيات الموجوده. فاحنا بقول ان هم يعني ساندونا، واحنا مش غرب عليهم. مفيش اي فرقه هتنجح الا بجماهيرها، مفيش اي فرقه هتكسب الا بجماهيرها. المفروض هم يعرفوا الكلام دوت، واحنا بنقول لهم ان انتوا ولادنا، يعني دول يعني شباب صغير، دول ولادنا واحنا ما بنزعلش من ولادنا، لكن عايزين نصحح المعلومه. لازم يعرفوا ان احنا بنحب النادي المصري جدا، ورفضنا عروض علشان خاطر النادي المصري. وانا عشان انا بورسعيد وبحب البلد، فعلا الجهاز الموجود ده جهاز طموحه هو ده اللي يليق بجماهير النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري. طيب احنا سمعنا ان كابتن طارق كان في طريقه لدمنهور. لا هو عامه انا مش نبروه. نبروه نادي تربطني بيه علاقه كويسه جدا. كان يعني عايزين ان انا اجي اشرف على الفرقه واشوف الفرقه، لان الفرقه كانت هم برضه عندهم مجلس اداره محترم، عايزين يعني يستعينوا بفكري وكده. لكن سبحان الله في نفس الوقت قلت لهم انا هاجي اشرف، لكن لو جالي اي حاجه مع النادي المصري او اي نادي همشي. فسبحان الله يعني انا ما كنتش حتى اعرف نتيجه النادي المصري، لكن لقيت بورسعيد كلها بتكلمني، فقمت راجع في نفس اليوم. ويعني بنتمنى للنبرون ربنا يوفقهم ويجيبوا مدرب كويس. طب احنا زي ما قلنا لحضرتك ان في البعض من الجماهير بيرفض عوده الجهاز، نقول لحضرتك برضو ان انتوا جهاز دايما بيعيش في تحدي وبيقبل التحدي. من اول تجربه مع النادي المصري واحنا كنا بنهبط وجيتوا عملتوا شغل كويس جدا، رحتوا نادي الزمالك وهو في المركز ال 13 ولا 14، فالواضح احنا داخلين على 5 ماتشات صعبه. ودي حقيقه، واحنا يعني بنقول ان احنا دايما احنا مش محظوظين، لان لما مسكنا حتى الاتصالات كان اول مباراه لنا انبي، مسكنا نادي الزمالك كانت اول مباراه لنا الحرس، والنهارده بنمسك النادي المصري اول مباراه الانبي. امكانيات ان شاء الله بالروح والطموح والاعداد الجيد والنفسي اهم شيء، مع الجماهير العريقه اللي فعلا بتحب النادي المصري، ان شاء الله نعدي. لان الدوري كله في اعتقادنا كل الفرق يعني ما شاء الله اللعيبه كلها شبه بعض، لكن اللي بيفرق اسامي، بيفرق الاسامي. الاهلي الاسماعيلي، يعني الاسماعيلي سموحه كسبته، انبي خسر من الاتحاد 4. يعني عايز اقول ان كله شبه بعض. اللي بيفرق طموح الجهاز اللي بينقله اللعيبه، ومدى احنا محتاجين ايه من كل مباراه. لان احنا لما بنلعب انبي ما بنفكرش الا في انبي، عدينا انبي نفكر في الاسماعيلي. فاحنا عندنا جهاز بيفكر بعقليه محترفه. لكن كل الكلام ده اهم شيء هو جماهير النادي المصري، هتساندك وهتدفعك للامام. هتلاقي الفرقه دي اتغيرت 180 درجه. طيب بالنسبه للفرقه، حضرتك جاي واحنا في فتره قيد، يعني 10 فبراير الفتره الشتويه، فتره القيد الشتويه. هل بس طبعا حضرتك وجهاز جديد على الفرقه وعلى اللعيبه ولازم تعرف بنفسك، احنا عندنا 3 اماكن فاضيه وعندنا ممكن نجيب لعيبه افريقي. في حاجه بخصوص الحكايه دي؟ والله يعني انا عايز اقول حاجه، الحمد لله ان احنا يعني دلوقتي لسه تأييد لغايه 10 فبراير مش كده؟ فعندنا وقت. لكن المفروض ان الجهاز لما يكون مكتمل بيبقى كل واحد ليه رؤيه احنا محتاجين ايه. لكن انا دلوقتي ما اقدرش احكم على احنا محتاجين ايه غير لما الجهاز يجي ويشتغل. دي حاجه. الحاجه الثانيه من رؤيتي انا للنادي المصري، النادي المصري عنده عناصر كتير، عنده في كل مركز، لو انت فكرت هتلاقي في كل مركز 2. هو ينقصه كل اجمع ان احنا محتاجين فروت جنب سيسين، الكل اجمع.
فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ونفكر ازاي نجيب راس حربه فعلا يفيد او يكون اضافه. ده كل الكلام ده برضو اجتهادات مني، لكن لما يجي الكابتن حسام والجهاز ككل هيبقى ليه رؤيه ثانيه، لان كل واحد ليه رؤيه. لما الرؤى دي كلها بتتجمع في حاجه بتبقى ناجحه. واحنا الحمد لله يعني عايز اقول ان احنا جهاز نجحنا في اكتر من نادي بحاجات مهمه. اولها هو جماهير النادي المصري. يعني اي مكان احنا بنروح الجماهير بتساندك، هي دي اللي بتوصلك للهدف اللي انت. فانا عايز برضه اتكلم اقول ان اللي حصل النهارده ده طبيعي جدا، طبيعي جدا المرحله الانتقاليه، لان مش كل الناس بتحبك، مش كل الناس بتكرهك. فانت لازم انت كراجل محترف او مدرب محترف لازم تتعامل مع كل الثقافات المختلفه. يعني في كل نادي في ثقافات مختلفه، الجماهيريه ثقافتها مختلفه عنها واحنا الاسماعيلي. طيب لو حبينا ان حضرتك توضح للجمهور الحته دي، حضرتك طبعا انا من الناس اللي مقتنع ان ما حصلش اساءات لا منك ولا من كابتن حسام، لكن في البعض بيعتقد كده، حضرتك توضحها. انا بوضحها بقول لهم يا جماعه ما فيش واحد بيحب بلده وبيحب النادي المصري وهيسيء لها ابدا. انا عمري في حياتي ما سئت للنادي المصري في حياتي، لو انا بلعب ولا انا مدرب. حتى لما باجي العب ضد النادي المصري براعي شعور جماهير النادي المصري، ما بقفش على الخط واعمل اشارات ممكن تسيء لجماهير النادي المصري عمري في حياتي، حتى لو انا لاعب وانا مدرب. فانا عايز اقول لهم الكلام ده ما حصلش. طالما احنا جينا في النادي المصري بقينا واحد، جهاز النادي المصري مع جماهيره يعني عايزين نقول ايه؟ احنا واحد، احنا جايين وهدفنا احنا جايين نخدم النادي المصري. وانت بتحب النادي المصري، المفروض ان انت ما تمشيش ورا اشاعات مغرضه، لان في المقام الاول انت بتحب اللي جاي، انت بتحب الجهاز. يعني انا جالي اكتر من، يعني هقول احنا مليون، والله العظيم جالي اكتر من 100,000 تليفون كلهم فرحانين ان الجهاز ده جه النادي المصري، لان عارفين طموح الجهاز ده، عارفين ان احنا بننقل طموح الجمهور ده عن طريقنا احنا للاعيبه. فاحنا عايزين نقول ان احنا دلوقتي داخلين على مرحله صعبه جدا، اللي هيتعب فيها هو النادي المصري. المفروض ان احنا نتكاتف كلنا. انا ما بنكرهش حد وما لناش يعني حد، احنا الجمهور عندنا كل واحد، حتى اللي سب وحتى اللي بيشجع كلنا بنحبهم، لان هم اللي بيمثلوا. طيب هيبقى في خطوات معينه مثلا من حضرتك ومن كابتن حسام اكيد اكيد هنقعد مع الناس اللي هي المسؤوله، الالتراس، الناس اللي بتحب النادي المصري، اللي هننقل الصوره لهم، اللي هم اصلا بييجوا يشجعوا. زائد ان جماهير النادي المصري في جماهير ناس محترمه جدا بتحب الجهاز، دي ممكن تنقل الصوره لواحد مثلا متعصب زعلان ان مثلا في، لكن حته ان احنا مثلا نعتذر، انا مش عيب جدا ان انا لو انا غلطت اعتذر، مش عيب. طالما اخطات فانا اعتذر، ما اخطاتش برضو ان احنا لازم نرضي الجماهير دي، لان هي الجماهير هي رقم واحد. لان انت شفت النادي المصري لما لعب بدون جماهير اكنك بتلعب تقسيمه، فالجماهير دي اساس. فانا عايز اقول لهم ما تزعلوش، انتوا اخواتنا، وانتوا يعني انتوا اللي طلبتوا، كان مطلب جماهيري ان انتوا تجيبونا. انا مش عايز اقول ال1000 اللي موجود او ال500 دول ولادنا، لازم نصحح فكرهم، لازم ندي لهم المعلومه الصح، ولازم نقول لهم ان احنا بنحب النادي المصري وعايزين النادي المصري يكون في المراكز الاولى. وطبعا يعني عايز اقول ان احنا هيبقى لنا لقاءات معاهم، لان انت عارف ان الثقافات دي لازم انت تقعد معاه وتثقفه وتقول له الصح ايه والغلط ايه. طيب بالنسبه بقى حضرتك للناحيه الاجرائيه والاداريه، كابتن حسام هيجي بكره ان شاء الله؟ هو ان شاء الله في ميعاد بكره هيبقى في تغيير في الجهاز او شكل الجهاز هيبقى ايه؟ هو احنا كلنا بقول لك جهاز مرتبط ببعض، لكن لسه ما عادش مع المجلس. ما ممكن المجلس يكون عنده افكار، عنده حاجات عايز يقولها له، هو يقتنع، هو يقنعهم. الكلام ده كله بعد جلسه بكره ان شاء الله هيبان كل شيء. لكن مش هيبقى في شروط ماديه معينه؟ لا 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 خالص خالص خالص. يعني حته التعاقدات والكلام ده كله ما فيهوش اي مشكله خالص، لان النادي المصري شرف لاي جهاز انه يشتغل فيه. لان ده يعني زي ما هو في ناس بيقول لك ده مقبره المدربين، لا بالعكس. بالعكس انا طلعت من النادي المصري ومسكت اكبر انديه. حسام حسن اول حاجه المصري طلع مسك انديه كبيره، ده مش مقبره. ده لو عندك طموح واصرار وتتعامل مع جماهير النادي المصري وطموحات مجلس اداره مع قدرات لعيبه زي دي، هتحقق الهدف اللي انت جاي عشانه. طيب نرجع نتكلم على الفرقه.
حضرتك طبعا متابع الفرقه دي من السنه اللي فاتت ما كونت وانا ليا حضرتك احاديث. هيبقى في تغيير في طريقه اللعب اكيد. تغيير انت عندك لبعض اللعيبه، انت عندك لعيبه عايزه تتوظف صح طبعا مع الجهاز ان شاء الله، مع الوقت اللي جاي كل 3 ايام مباراه ان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نوظف اللعيبه دي اللي عندنا خلفيه على فرقه النادي المصري وقدرات كل لاعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طريقه اللعب او الجهاز انت عارفه بيقدر يوصل المعلومه بسرعه، زائد ان في حب بين اللعيبه واقتناع. طالما اللعيب مقتنع بيك كجهاز هو ده اللي هيحقق. لعيب بينفر منك ما يقدرش يحقق. فده مش زي ما انا قلت دي مش مقبره المدربين، لا ده منبع انك تمسك فرق كبيره. بس متشكرين يا كابتن طارق وان شاء الله على